الاخوان كلشي تعرف الاستاذ حسن الفد ومستوى المعرفه والثقافه اللي عنده، واللي زاد جرني لي صراحه هو نهار تكلم على واحد الظاهره خطيره زادت كثرت عندنا في المغرب، واللي كتقيس السياحه وجماليه البلاد. وكاين في المغاربه اللي ما بقاش قادر يخرج للشارع او للجرادي مع عائلته ولا وليداته بسببها. حدات تتماكي البارح في الطوموبيل حابسه بالدار البيضاء كامله، والله ما غادا في الكولوار الا غادا الناس كاين اللي كيضحك كاين اللي كيكلاكسوني عليها، انا خرج ليا كاع داكشي لان قله التمدن عندي ليها حساسيه، يعني شبه عنصري مع هرقاوه. وهذا التعبير راه علمي ماشي قدحي. شنو الهرقاوي؟ هو قليل التمدن، لو مونك دو سيفيزم، وما عنده علاقه بالقراءه بالتعليم ولا بهذا. راه تقدر راه الطوموبيله ديك السيده ديالها شي مليون ديال الدرهم البارح، ولكن هي ما ساويهاش. هرقاوه اولا كيف ما سماه حسن الفد بقليل التمدن. ردوا معايا البال، قال لك تقريبا صيقه طوموبيله ساويه 100 مليون، ولكن هي كشخص ما ساويه والو. وعلاش؟ الجواب بسيط، حيت هرقاويه. فمثلا شكون الاخوان فينا ما مشاش للجرده كمتنفس وحيد باش يرتاح سواء مع عائلته ولا وليداته، وانت هاني مريح حتى كيخرج لك شي هرقاوي بموتور جاي طالع عندك حتى فوق التروطوار في الجرده في البلاصه فين جالس، مخلي الشارع بعيد، مسخوط الوالدين مركب فيه واحد الشاك ما تطرطر، اغلبيته ما تيكونش بوحدو، مركب موراه واحد الهرقاوي اخر معاه. سبحان الله تيكونوا نفس الشكل، تحسينه، طريقه الهضره، دايرين لي زيات باش ما يسمعوش بعضياتهم، وملي تيبغيو يهضروا تيبداو يغوتوا شي حاجه ضرار. والسؤال المطروح، واش هادشي عنده علاقه بالتعليم، اولا واش حنا في المغرب عندنا اصلا مشكل ديال التعليم والوعي والتحضر؟ بحال وحده مؤخرا طلعت للطوبيس مسرحه علينا رجليها ووسخت الكراسه، والغد تجي عندك وتقول لك شهره ما عمرنا نتقدموا ياك لالا. ومن جهه اخرى اصلا واش كاينه شي وحده بنت الناس، شي وحده محترمه راسها اولا مرت الراجل مثلا، تقدر تهز رجليها هكاك في منطقه عامره بالرجال؟ لا والواعره. هي صحابي تيقولوا لي باللي انا فيا الشيكي، حيت ملي تنمشي معاهم لشي محلابه ما تنبغيش نشرب من دوك الكيسان. هاكا سيدي تفضل، ها السبب علاش. كنعرف واحد شويه مدمع من ديده. الهرقاوي اولا قليل التمدن بطريقه مباشره اولا غير مباشره كيقدر يتسبب لاي بلد في خسائر كبيره وبلا ما يحس. فمثلا الا خدينا المساله ديال السياحه اللي تنعولوا عليها بزاف في المغرب، باش هاد الناس نستقبلوهم ويجوا عندنا للبلاد ويستمتعوا بالمناظر ويخسروا الفلوس. فالمشكله فين كاينه؟ هي كاين بعض الجهات والسلطات ما دايرينش خدمتهم، ما كايناش الرقابه، والهرقاوه اللي كاينين عندنا هنا تيبداو يستغلوا في الموقف وتيبداو يحلبوا، وتيولي كلشي تيحلب في هاد الجاليه اللي جايه. شركات الطيران كتحلب، العام زايده بزاف الطيار، والوطيلات حتى هما تيحلبوا، الريستو يحلب. شو دابا غير ملي كتدخل تشي ريستوران كتدخل كتغدا فيها ولا كتعشى فيها، ملي كتدخل كيرحبوا بك، كتدخل مرحبا مرحبا مرحبا، كيحطوا لك كدوموندي داكشي اللي كدوموندي انت والعائله، انتم 4 ديال الناس، انت والمراه والجوج وليدات، ناسي كتسخن خلاص 10,000 9,000 ريال 8,000 ريال حتى 10,000 ريال، ما واكل فيها والو. ملي كتمشي لشي دوله، ملي كتمشي للسباديون كتاكل كتعرقها مزيان كتخلص 20 اورو 25 اورو انت وولادك. تخيل السيد جاي من فرنسا، دخل شاف هادشي اللي كاين هنا تصدم، لدرجه ان السيد ولا تيقول لك انه في اسبانيا، بمعنى ملي كيمشي تمايا كطلع ليه رخص من المغرب. دخلنا عليك بالله لا ما عيط لنا الوزير السياحه ولا اخنوش ديريكت كاع يجاوبنا على هادشي. رئيس الحكومه ضعيف شخصيا، ما عندوش تواصل مع المجتمع. رئيس الحكومه بغينا يمشي بحاله وبالزربه، وعايش في واحد الفلك والشعب عايش في فلك اخر. هذاك خصو يتنحى المنصب ديالو، هذا ماشي مسؤول، هو ما عايش مع الشعب. هذه بكل تواضع انا مواطن عادي، اخنوش ما خدامش لينا. رئيس الحكومه كيبان انه رجل ما قادش على المسؤوليه. لا حنا بغينا اخنوش يجي ويشرح لينا ويشرح للناس، او يتكلم على القطاع ديال السياحه، زعما واش عنده شي تخطيط. رد معايا البال حتى واش عنده شي مخطط اخر باش سيدي هاد السائح ملي يجي يدخل المغرب يبقى مرتاح وحاس بالراحه. وبالاخص المساله ديال الادارات، القاء اداره كتفاعل مع المواطن، وكاين تسهيلات باش سيدي هاد السائح ولا هاد السيد اللي من الجاليه ملي يجي يعجبو الحال ويقضي شغله باش المره الجايه يعاود يجي. ما مزياناش تكربت بالورق وبكل هنا بالورق في الادارات تنكربتوا. راه شاروس على رخصه، شاروس ضيعت شاروس هنا في المغرب على رخصه. علاش قعد شاروس؟ ديالش هاد الرخصه؟ رخصه دبينا شاروس ايوا ضيع الوراق. ايوا شحال بغيت تقعد في المغرب؟ خصني نقعد هنا عام ومازال ما كملتش وغادي بحالتي وسمحتو غادي. وزعما كيقولوا بانهم كيسهلوا. لا ما تيسهلوا لا والو، حتى تسهيله ما كاينه. انا تنقولها مباشره.
ما كانتش لا والو، راه تندخلوا فلوس المغرب تنسرقوا ليه باش تدخلوا المغرب. هاد السيد الاخوان قال لك سمح كاع في كل شيء وغيمشي في حاله وما غيبقاش يرجع. والسبب شكون؟ البعض من دوك الموظفين اللي كاينين في الاداره المغربيه اللي ما دايرينش خدمتهم، او لا ربما كانوا كيتسناو شي حاجه. والسي اخنوش فينو راه كيجي مره للبرلمان، والوقت اللي كيجي يبدا يحسب لينا ويقول لك اسيدي راه حنا خدامين. المقاربه ديالنا ديال السياحه هي مقاربه شموليه متكامله. قطاع السياحه ما كنشوفوش فقط مقاربه كلاسيكيه، حنا اليوم كنشتغلوا على مجموعه من الروافد لتطوير القطاعات على غرار السياحه الثقافيه والسياحه التاريخيه والسياحه الايكولوجيه، وكنركزوا كذلك على السياحه الرياضيه. دابا هاد التنظيمات اللي قلتي والعالم كامل غادي يجيو يدخل المغرب، وبما انه مقبلين على تنظيم كاس العالم وكاس افريقيا وبزاف ديال المناسبات، ولا ناخذوا مثلا غير الجاليه اللي على برا اللي دابا كتدخل، واش درتي شي خطه محكمه باش ما يبقاش هاد الغلاء والتسيب اولا التهرقاويت، وهاد الناس هادو ولا هاد السياح ما يبقاوش يزيدوا عليهم في لوطيلات ولا في الطائرات؟ ويلي الهنديه ولا دايره 10 دراهم وسخفانه كنا تامره، وهادشي كامل حاجه واللي ما تيدخلش للعقل هو الماء. بنادم يلا كيدخل البلاد تيبيعوا ليه في شي قناه قريعه ديال الماء بشي اثمنه خياليه. موج قراعد من السيطرو ديال سيدي علي دايرين 80 درهم. سير انت للسعيديه بالسيف ونمشيو للسعيديه فين كاين المشكل؟ او كل واحد يدي مع قرعه الماء ديالو. والمقاهي تنهضروا على القهاوي اللي تيبيعوا هادشي وكيصحبوا هاد الجاليه اللي جايه غاديين كيطبعوا في الفلوس وغيدخلوهم هنا. نعرف الشيطان السيد راه عالم به الله. انا تيبان ليا والله اعلم وحده من جوج، يا هاد القهاوي اللي تيديروا هادشي هرقاوه، او لا كيصحب لهم بلي هاد الجاليه اللي جايه من برا هرقاوه، او لا البعض من هاد الحكومه بحكم انها ما دايراش خدمتها. اخويا راك تحمستي، هاد هرقاوه الاخرى اللي كتبتي لي انا راه ما غاديش نقولها اخويا، راه ما قال لا. الرساله اللي كنوجه عزيز اخنوش انه ما شفنا لا ربح لا والو في هذه البلاد. المواطنين المغاربه اللي شفنا في اغلبيه الفيديوهات تيقول لك اسيدي بان هذه الحكومه ديال عزيز اخنوش تيقولوا باللي ما شفنا معاهم حتى شي رباح في هذه البلاد، وقال لك زيد اش قالوا ثاني. والرساله الثانيه انه السبب ديال الغلاء وديال الاكساد، وان السبب ديال الشناخه وانه اكبر شناخ. لا ماشي حتى لديك الدرجه، السيد راه خدام الله يسمح لينا ودي. تيقولوا والله اعلم باللي السيد تيخلي شغلو شغالو وتينزل يقابل اشغال المواطنين. رئيس الحكومه اخر مره حضر 19 ماي، حنا اليوم في 30 يونيو، باقي بضعه ايام من نهايه هذه الدوره. حضر بمعدل 28 جلسه من اصل 64 اللي خصو يحضر. ويلي تنتا ومالو مسالي زعما يبقى يجي يحضر دائما، ولكن وزيدون ياك الوزراء ديال الحكومه ديالو ياك ديما تيجيو وتيحضروا. الوزراء اللي حاضرين اليوم 3 من اصل 9، واحد حاضر خارج القطب. فلذلك هذا الغياب ديال الحكومه ورئيس الحكومه هذا استهتار بالدستور وبالنظام الداخلي. تتبغي تصنت لهاد الجلسات ديال البرلمان شنو كتلقى؟ الحكومه كتقول لك العام زين، والمعارضه كتقول لك غير فينا هو اخنوش، وعلاش ما تيحضرش دائما؟ والحكومه عندها تبريرات على هاد الغيابات. الجواب هو انه تم الاتفاق مع مكتب مجلس النواب على حضور سيد رئيس الحكومه اليوم، والمهمه التي يمثل فيها سيد رئيس الحكومه جلاله الملك خارج التراب الوطني اجلت الموضوع الى الاسبوع المقبل. شكرا لكم. اسيدي هاد المره ندوزوها لكم. السيد كانت عنده واحد المهمه اولا تكليف من صاحب الجلاله الملك محمد السادس باش يمثلوا في اسبانيا، ولكن المعارضه كتقول على انه حضر غير 28 جلسه من اصل 64 جلسه اللي خصو يجي يحضر ليها، ونحيدوا منها الجلسه الاخيره اللي مثل صاحب الجلاله. تخيلوا انه بقات 35 جلسه ما جاش حضر ليها. فالسؤال هنايا هو تقرير ديال مكتب المجلس ديال 24 يونيو عوضنا والله ما فيه. اين ناقشتم هذا الامر؟ كتقولوا لنا كان غيكون حاضر اليوم. شنو هو الموضوع اللي اختاريتوه؟ حنا كرؤساء اولا واخيرا البرمجه تتم باتفاق مع الرؤساء في ندوه الرؤساء والبرمجه ديال التاريخ عند المكتب. وخليونا عاوتاني نكونوا شويه معقولين، بس ما تخليوناش عاملين كنقولوا بان هذا كيكذب ولا هذا كيكذب. قولوا لنا عنده شي مشكل نتفاهموه. الاخوان انا نصيحه مني، هذا الشيء فيه بزاف ديال المشاكل، والسيد رئيس الحكومه مؤخرا تخلطت عليه، ولكن شي كامل الاخوان ماشي مهم. شوف حنا جينا اليوم باش نوريوكم كيفاش الشخص يقدر يتفوق في هذه الحياه، كيفاش تبدا من الصفر وتحقق كل ما كتمنى وتولي قدوه للناس في المجتمع. ماشي حتى لدابا، راه من الصغر انا باغا نمشي لطيور الجنه، ماشي غير في الراي غير تلاحيت لي. اصلا انا عندي صوت تاع الشعبي. الفيديوهات ديالك كانوا دايرين ضجه عبر التيك توك الانستغرام. شوشو مولات الحجبان، ديما ديك شوشو مولات الحجبان ما كديرونجيكش؟
لا لا بالعكس. وقتاش غادي تخرجي نيشان؟ النهار الاول قالت لي شوفي راه كيمشيو البنات كيسهروا، انا ما كنتش كنعرف داك الشيء. برافو باش الناس ما يصحابونيش بلي راه ديجا كنت كنخرج نمشي نسهر ولا نعرف المغنيين. فوالا، لانك اول ما انطلقتي عبر السوشيال ميديا مشيتي خدمتي في الملاهي الليليه. العمل في الملاهي ماشي سهل، ماشي سهل بصح، صعب جدا. ايها الاخت كنتفق معاك، الخدمه في الكباريات صعيبه بزاف. الله ودي على الحركات اللي كيداروا تما صحابهم سالين. دابا دخلنا عليكم بالله مثلا هاد اللقطه اللي دارت مؤخرا في داك الحفل ديال التميز ديال شي تلاميذ. لا صعيب داكشي بزاف، داكشي كيبغي بزاف ديال الجبهه، خصها تكون كبيره. العائله اش قالت فاش بدات هاد الروينه هادي؟ بالاخص السيده ما قالتش ليهم فاش اولا هاد المجال اللي داخل عليه اش كدير. تتفاجئوا قالت لك باللي لقاو الفيديوهات ديالها مليوحين. ما كنتيش قايله للدار؟ لا حتى شافوا الفيديوهات. عيطات لي ماما قالت لي راني شفت الفيديو ديالك شنو. قلت لها ماما انا راه باغا نولي نغني، القرايه راه قرايتها صافي، شنو بقيتي باغا ما فيه؟ قالت لي صافي سيري الله يتسخر دير اللي بغيتي. ما منعتش حيت هي كانت كتهضر على القرايه، انا قريتي صافي. الله يجعل ما كانش. اي والله يسخر سيدي. وانت مالك السيده قرات الاخوان وسالات من داك التوجه وسالات من العالم ديال العلم والمعرفه ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انه الناس اللي خدامين في هاد الكباريات اللي كتشطح وتغني ولا ما نعرف شنو، عندهم اسيدي واحد المبدا. قال لك اسيدي على انهم ما تيبغوش يتزوجوا شي واحد من دوك الكليان اولا شي واحد كيكون معاهم كيشطح ولا كيسكر في داك الكباري. سيدي حيت هذوك الناس ما مزيانينش. ماشي انا غندير لك صاحبك ولا غندير لك راجلك، راه اخر حاجه نشوف اي واحد جالس في كباري. خصني نشوف شي واحد نيفو عليا اللي غيحيدني من الكباري، ماشي اللي غيجي يجلسني فيه. دائما انا كنقول الراجل هو اللي يسترك، هو اللي يغطيك ماشي يعريك. صح. دابا الراجل هو اللي غيسترك. لا تخيلوا معايا هاد القضيه، الواحد يشطح ويغني وما نعرف شنو يدير في الكباري وفي الاخير يمشي يقلب على اللي يسترو. اذا هذا اعتراف على ان داكشي اللي كيديروا ماشي هو هذاك. فعلاش كيديروا اصلا هادشي من الاول؟ بنادم راه ما غيبقاش فيه ديما خالدينا، اصلا راه حرام في حرام. لا جيتي تشوف اي حاجه درنا يعني خاص شي واحد اللي غادي يستاهل. عارفه بان العمل في الملهى الليلي بصح مغريات الماديه فيه كثيره على حساب سميتك ياك، واحد سميتك هي اللي كتجيب لك. القضيه ديال حرام ولا حلال هذه حسمات فيها احنا ما نهضروش فيها، وقالت باللي الخدمه في الكباري حرام. ولكن اللي عندنا معاه مشكل هو باش تقول بان هذه الخدمه حرام والله يسترنا ويبعدها منا، وفي نفس الوقت يتنادم مع الحال ويقول لك لا مازال انا ما وصلت للهدف ديالي، انا باغا ننتشر اكثر من هذا الانتشار. برافو لك، وصلتي للهدف ولا مازال مازال هادشي شويه مازال. وكنتمنى من السيد ربي يسرنا ويبعدنا على الطريق رغم هادشي كله اللي كنقولوا. انت خدامه على راسك ماشي عيب، في مالها ماشي في مالها. المهم انه الانسان خدام اللي غادي يقول لك المالها الليلي حرام وحنا راه عارفينه حرام، حتى هي راه قالت لك حرام ماشي حلال. اللهم تعالى يعوضك بمحسن. اللهم امين يا رب. وبغيت نبشركم الاخوان واحد القضيه مهمه، راه الاخت شوشو دارت عمر، الله يتقبل منا وتكون هذه مناسبه ولا سبب ديال الهدايه ديالها. زعما يدك تا خويا ودعيو مع هاد الاخت شوشو. سلام، كنتمنى تكون عمره مقبوله ان شاء الله، والله يغفر لنا كاملين، كنغلطوا بزاف، وكنتمنى من سيدي ربي يبدل الاحوال ديالي والاحوال ديالكم باش ما يجيش شي واحد من بعد يقول لي حقا انت مشيتي درتي عمره وباقا كديري وكتفعلي وكتركي. الحمد لله يا رب، وتستاهل الاخوان. ومن هذا المنبر عافاكم الاخوان، بلا حتى شي حد ما يبقى يقول بلي السيده كدير اولا كتفعل. السيده عرفت بلي الطريق اللي غدا فيها ما هياش، وبركه ودخل سوق راسك. والاخوان عافاكم دعيو معاه باش الله يبدل الاحوال ديالها. المهم الاخوان نرجعوا للقضيه ديال هرقاوه اللي قلنا على انهم واحد الاشخاص قلال التمدن، لا ماشي قلال الترابي، لا وما تيكونوا قلال التمدن، اللي ما كتعنيش في نفس الوقت انهم ناس البدو، لا حاشا، وماشي حتى دوك الناس اللي ما عندهمش مستوى تعليمي بكل بساطه، حيث المتحضر ما كتشترطش فيه انه يكون انسان عنده واحد المستوى اكاديمي ولا قاري في المدرسه، بل فقط شخص كيحترم راسو عنده القابليه انه يتخلط مع المجتمع. حيت باش تكون انسان اجتماعي راه ما سهلاش، بحال السيده اللي علقت رجليها في الطوبيس هذيك راه عايشه بوحدها. اما باش تكون عايش في واحد المجتمع خاصك تجلس في الكرسي ديالك وما توسخش الكرسي اللي غيجلس فيه الاخر. والاغلبيه غيطرحوا واحد السؤال ديال شنو علاقه هذا الشيء بالسياحه اللي دخلنا في هذه الحلقه. غير ركزوا معايا مزيان باش نقدروا نوصلوا لكم الفكره. تخيل انك تمشي لواحد المدينه في المغرب كسياحه اولا الجاليه تدخل من برا المغرب كسائح وتدي معاك الفلوس لديك المنطقه وتدخل اسيدي وتتمتع اسيدي بالمناظر الطبيعيه والتراث المغربي ديالنا والالوان
مدينه مزهزه، فجاه انت كتلقى شي هرقاوي يجي كيجري عندك هاش شي حاجه باغي يبيعها لك صحه، ما كتعرفوش منين جايبه ولا واش صالحه ولا ما صالحاش. انت بكل ادب كتقول ليه ودي لا شكرا، هو تيزيد يبقى غادي يتابعك شويه كيدخل لك مع العظام، يبدا يسولفك انت منين جيتي وفين غادي وكي درتي تمشيتي لبرا، شويه يقول لك اديني معاك، وملي انت كتبقى ساد عليه ولا ما كتبغيش تجاوبو كاع كيدوز معاك لمرحله الوحش وتيقلبها سعايه، بحال هذوك صحاب اللي كيبيعوا دوك المشاور دوك كلينيكس، يدير لك هكا ويقول لك تعاون معايا باش تبيع ولا تتسعى ولا اللي تيبغيو يهربوا من القانون، ما تتفهمش. واحد شويه تيوصلوا معاك لواحد ما تيمشي بعيد، يقدر يشدك من الدراع ولا يشد الاخت ديالك ولا الام ديالك ولا الزوجه ديالك. دخلنا عليكم بالله الاخوان، دابا هذا السائح هذا زعما ما غيفقدش داك الاحساس بالراحه والامان. بالاخص دابا المشكل الكبير شنو هو؟ ان السائح ملي تيمشي لشي بلاصه كاين مواقع في الانترنت خاصه تيدخل ليها وتيدير التقييم ديالو لديك المنطقه، باش هذوك الناس الجداد اللي كيبغيو يمشيو يزوروا ديك المنطقه كيدخلوا كيشوفوا دوك الناس الاولين، وإلا لقاو واحد التعليقات او واحد التقييمات سلبيه على ديك المنطقه تيديروا بناقص، وكاين اللي كيقلب الدوله كاع وكيمشي شي دوله اخرى. والمفهوم ديال التهرقاويت اللي كنهضروا عليه اليوم راه ما كاينش غير عند هاد الناس، لا التهرقاويت كاينه في الاغاني، في الصحه، في الكباريات. هاد الكباريات بغيتي تدخلها ليا حتى هي هنا. المهم الكائن الهرقاوي اللي بحكم عدم الوعي ديالو وبحكم انه ما تيكونش مربي، فكيولي الشارع اللي ساكن فيه او المنطقه اللي ساكن فيها هي اللي كتكلف به وتتربيه بطريقتها. بحال بغينا نقولوا ما بحال البكتيريا، كاينه بكتيريا كتكون مزيانه صحيه كتبقى كتكاثر وكتكون صحيه، وكاينه واحد البكتيريا كتكون مضره هي كتبقى تكاثر. فانت لما تربيتيش مزيان كيربيك الشارع. بحال مثلا الناس اللي كتم غادا في الزنقه ولا في الشارع حتى كتبدا تغوت. تخيلوا معايا لدرجه انك ملي كتكون غادي مع واحد الاب ديالك ولا الام ديالك ولا الزوجه ديالك، ملي ولا كيتم غادي قدامك ولا وراك شي واحد كتولي غادي مركز معاه وكتقول يا ربي غير ما يخسرش الهضره، يا ربي غير ما يغوتش. وكاين واحد الجانب اخر من التهرقاويت هو نصاب في نفس الوقت، بحال هذاك اللي كيستغل السائح بحكم انه كيشوف السيد عطشان وكيدق ليه واحد القرعه ديال الماء بواحد المبلغ خيالي ما كتخيلوش. انا السي عزيز اخنوش يكون باغي يربح الانتخابات ديال 2021 ما عندي حتى مانع، لكن يقول لنا شكون هاد الشوافه اللي قالت ليه من دابا بلي غيربح 2021. يامن بالله وبالدين والاسلام ما كيامنش بالشوافه، يامن بالله وبالدين والاسلام ما كيامنش بالشوافه. هذا المؤتمر ديال شبيبه العداله والتنميه اللي كان دا شحال بن كيران شاد في اخنوش وقال لي شكون هاد الشوافه اللي قالت لك باللي غتدي هاد الانتخابات اللي ماجيه، حيت في 2018 اخنوش كان كيقول لهم اسيدي انا تا 2021 عاد غنديها. علاش جبدنا هذا الموضوع؟ السياسه الاخوان تاهي راه فيها تهرقاويت، غير الفرق اللي كاين هو دوك الاشخاص واعيين وقارين مزيان، وهاد الاحزاب هادو بطريقه او لا باخرى كيقدروا يتفلاو على الشعب. وخير دليل هو انه جميع هاد الرؤساء ديال هاد الاحزاب ولا هاد الاحزاب اللي فازوا بالاغلبيه وداو الحكومه، حتى شي واحد ما قدر ينجح في اصلاح منظومه التعليم، وفاش يقتلوك تيغبروا وتا تقرب الانتخابات وتيخرج لك في الاخر وتيبدا تيقول لك الحصيله. المستقبل اللي بغيناه لبلادنا مرتبط بقرايه ولادنا وبناتنا، فاش تولينا المسؤوليه كانت عندنا العزيمه باش نتجاوزوا مشاكل قطاع التعليم ديال هذه السنين ونوقفوا النزيف ديال الهدر المدرسي. الملك محمد السادس الاخوان نصره الله في الخطاب الاخير ديال عيد العرش تكلم على واحد المساله مهمه بزاف، قال لك لا مكان لا اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، وهذا الشيء اللي غيخلينا نقولوا بان هذا هو الواقع. وصاحب الجلاله الله ينصرو لاحظ هذا الشيء، وهذه الحكومه خصها تحمل مسؤوليتها. راه ما يمكنش عندنا واحد المجال قروي او لا مناطق بعيده ما واصلها لا ضوء لا ما لا انترنت وما عندها لا مدرسه لا طبيب، بينما كاين مناطق اخرى هربت بعيد ولات كتنافس الدول المتقدمه. وهنا ولينا كنمشيو بجوج ديال السرعات، كاين بلايص هربت كاين بلايص باقا غارقه. داكشي علاش كيبان لنا على انه كاين واحد الخلل في السياسات العموميه او لا في الاستثمار ديال العنصر البشري، وغالبا هادشي كامل عنده علاقه بالتعليم بمحاربه التهرقاويت. وللاسف لا بقينا غاديين بهذه الطريقه راه الظواهر السلبيه غتبقى غادا وكتزاد، بحال التهرقاويت او لا بحال تفقير جهه على ظهر جهه اخرى تطلع. هذا واقع الاخوان، وكحل باش نتجاوزوا هذا الشيء فراه كيبقى دائما الحل بيد الشعب. الانتخابات قربت، خاصكم تمشيو تصوتوا، ولكن عرفوا على من تصوتوا. ونصيحه اخرى راه ما كاينش غير بن كيران ولا اخنوش، راه طلع على من تصوت. اهم حاجه سير صوتوا باش نوصلوا كاملين للثراء، يا اما صوتوا ولا تبعوا الطريقه اللي دارت الاخت شوشو باش تولي ثريه. عندك اللبسه اشهر من اللبسه ديال النمر، زوينه كتجلب الثراء ياك لالا. النمر والحجبان. انت كتامني بعد المساله ديال بان اللي كيلبسوا اللباس ديال النمر من اجل جلب
بالحظ والثراء ورجل يكون غني النمر زوين تيجلب الثراء. هذه هي القاعده اللي انا تنقول. ملي تنلبس تنحس براسي لاباس عليا دخلت عليك بالله. والله عندي بزاطمة النمر، عندي سبرديله فيها النمر، عندي صنداله فيها النمر، اونسومبل كسوه. مؤمنه جدا بان هذيك الطريقه كتجلب الثراء. نهار كتلبسي كطيحي الغرامه بزاف. دخلت عليك بالله صراحه. الاخوان لبسوا النمر وان شاء الله غتوصلوا للثراء وتقدروا تفوتوا اخر نوش كاع. كان بان هرقاوي وقيلا لا. اجي علاش الاخوان هاد الشوشو هادي ما ترشحش مثلا انتخابات؟ بلاتي الفكره راه ديالي، راه يمشي شي واحد من هاد الاحزاب يبدا يستغل في السيده كما داروا مع شي وحدين اخرين نضربوا بالكوبي رايت. لا هضر معاك بصح بلاتي لقاو لها شي شعار صويتوا على شوشو وان شاء الله بسبب لبسه النمر حياتكم تولي نغمه ودندنه وشو. لا واقيلا كنبان رقاوي في هذه الحلقه. نوض يلا في حالنا نوض. فتاكدوا تكونوا مشتركين في القناه، التعليق ديالكم تحت. واحد جيم فيديو، نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.